السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حد سألني في تعليق كده على فيديو كنت منزله بيقول لي ابني بياخد حقنة البنسلين الممتد المفعول كل أسبوعين، أديله كذا سنة ومش عارف هيبطلها إمتى ولا لا. سألته ابنك عنده مشاكل على القلب؟ قال لي لا. ابنك عنده مشاكل المفاصل بتورم أو بتلتهب؟ قال لي لا. عنده مشاكل في الكلى والكلام ده؟ قال لي لا. قلت له خلاص انتظر، انا هنزل لك فيديو مخصوص ليك ويفيد الناس عن موضوع الحمى الروماتيزميه وحقنه البنسلين. اولا يعني ايه حمى روماتيزميه؟ حمى روماتيزميه ده يعني ميكروب السبحي اللي بيصيب اللوز نفسه، بيعمل التهاب في الحلق واللوز او الحمى القرمزيه. الميكروب ده ممكن يسبب حاجه اسمها حمى روماتيزميه لو ما اتعالجش كويس، بيبدا ياثر على عضله القلب، يبدا ياثر على الكلى، يبدا ياثر على المفاصل، وبيأثر برضه احيانا على المخ. ايه هي الاعراض بالظبط؟ ان الطفل بيجي له التهاب صديدي باللوز ويقعد اسبوعين بعد ما تحسن او ما خدش علاج كويس او خد علاجه وما كملهوش، يبدا تظهر عليه اعراض تانية خالص، ان هو سخونه وحمى ومفاصله بدات تورم لانه بدا ياثر الروماتيزم على المفاصل ولونها محمر، وبيأثر على المفاصل الكبيره زي الكوع والركبه، ويبدا بعد كده يوصل للمفاصل التانية، ويبدا يظهر طفح في الجسم كله وحركات لا اراديه باليد لانه بيبدا ياثر على المخ او كده، ويبدا بعد كده يبدا ياثر على القلب، فيبدا الطفل مجرد ما يتحرك ناحيه الحمام او يعمل مجهود يحس بالم شديد في القلب من الناحيه اليسار، غير النهجان اللي موجود. كل ده والحمى اللي موجوده لما نيجي نعمل للعيان ده تحاليل زلال في البول او صوره دم او ESOT اللي هو التحليل العملاق اللي خاص بالميكروب السبحي، نشخص ان هو عنده حمى روماتيزميه. لما نعمل له ايكو في القلب يبدا يطلع القلب حصل فيه تلف او اصابه نتيجه الحمى الروماتيزميه. ده بالواقع ده مريض عنده حمى روماتيزميه. المريض ده محتاج يعمل، لو عنده اللوز يحتاج يشيلها كوقايه. الحاجه الثانيه انه محتاج يمشي على حقنه البنسلين كل 15 يوم او حسب ما دكتور القلب يحدد له، غالبا مدى الحياه لسن 25 زي ما يقرر معاه طبيب القلب. يعني باختصار شديد ان انا حقنه البنسلين ممتد المفعول لما احب اكتبها للعيان مش انا اللي بكتب له الحقنه عشان يمشي عليها، ده دكتور القلب اللي بيوصفها للمريض بناء على الايكو اللي بيعمله له والتاريخ الطبي ليه. التاريخ الطبي اللي بيقول ان هو حصل نفس السيناريو اللي حكناه، ان حصل تورم في المفاصل وبدا القلب يتاثر وبدا نهجان، وبعد ما خف من اللوز قعد اسبوعين في نفس القصه دي. الحاجه التانية ان هو عنده تاريخ طب في العائلة من ناحية الاب او الام كان في حد قبل كده عنده حمى روماتيزمية على القلب. ده كل ده ساعتها دكتور القلب بيمشيه على حقنة البنسلين وهو اللي بيوصفها، لا انا دكتور الانف واذن ولا البطنة ولا الاطفال بيكتب حقنة البنسلين. لكن هو في قاموس بعض الناس القديمة ان الميكروب السبحي لو انا عملت له تحليل وطلع ESOT عالي 200 و400 600 ايا كان، وخاصه الطفل لو بيشكي برجليه لاي سبب، يقولوا ان ده اللوز اثرت عليه وعنده نسبه روماتيزم او اللوز بتنزل على رجليه، كل الكلام اللي بيتقال ده، وبناء عليه يبدا يديله الحقنه والكلام ده. رجاء لكل الاخوه الاطباء واخوه الصيادله واخوه اصحاب المعامل والناس دي ان دايما يتعاملوا بحرص مع الناس، لان الناس بتيجي مفزوعه ومذعوره جدا جدا، يا دكتور الحق ابني عنده روماتيزم، عملت له التحليل وعاوز اعمل له اللوز والحقنه مش عارفه ياخدها ولا لا، ومزعلانه جدا جدا هتاخد حقنه لابنها او بنتها اللي هتبقى عروسه بعد كام سنه ولا حاجه، هتاخد حقنه كل 15 يوم، يعني مريضه بالبلدي يعني. فاحنا بنعمل ايه؟ انت لو جالك طفل بيشكي برجليه مبدئيا وهو وقت التعب اللوز بيشكي برجليه، ده تحوله انف واذن، لان هي تعب الرجلين من الاعراض بتاع التهاب اللوز. يعني انا الوقت عندي اللوز وبشكي برجلي، خلاص دي مشكله انف واذن. طيب هو ما عندوش لوز وبيشكي برجليه دايما لاقل مجهود، ممكن يكون الم الرجلين ده بقى ما بين الم نمو، ما بين الم مفاصل، ما بين التهاب، ما بين نقص كالسيوم فيتامين د، ممكن يكون عنده مشاكل زي القدم المسطحه، تقوس في الرجلين، ايا كان يعني. فما دام في الم في الرجلين، طب ما احوله لمتخصص، احوله لدكتور اطفال، احوله لدكتور امراض روماتولوجي، احوله لدكتور عظام. الاول ما دام الطفل نفسه ما بيشكيش باللوز وقت التعب، يبقى هو في الطبيعي بيشكي برجليه بس، احوله على ده. دكتور العظام او دكتور المفاصل او ايا كان بيبدا يفحص الطفل ده ويبص عليه، لو في مشكله تخص الكالسيوم او فيتامين د او مشكله مولود بيها زي التقوس او مشاكل القدم المسطحه او الكلام ده، يبقى هي دي السبب. او في الم نمو هو شخصه نتيجه ان الالم ده بيزيد بالليل والكلام ده كله بناء على التحاليل الكويسه وفحص الطفل. بعد كده لو هو شايف ان اللوز هي اللي مأثره بالكلام ده كله، بيحوله على دكتور الانف واذن.
تمام. طيب انت محتار ما انتش عارف، خلاص اعرضوا انف واذن واعرضوا عظام، او حولوا الانف واذن مباشره، بس ما تقولش للطفل ان انت عندك حمى روماتيزميه او عندك نسبه روماتيزم او انت محتاج تعمل اللوز او انت عندك روماتيزم على القلب ومحتاج تاخد الحقنه، لان ده بيعمل مشكله كبيره اولا ما بين العيان والطبيب اللي هيروح له عشان يحاول يقنعه من اول وجديد. الحاجه الثانيه انت بتسبب وهم شديد جدا جدا وقلق لاهل العيان. لو عندك اي استفسار او عندك اي مشكله تخص الحمى الروماتيزميه او تخص التهاب اللوز او الميكروب السبحي او تحليل يخص تشخيص الحمى الروماتيزميه او حقنه البنسلين، سيبهولي في تعليق، او اي حاجه تخص الانف واذن وانا ان شاء الله هرد عليه في فيديو معين. ما تنساش تعمل لايك وتشير وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.